السلام عليكم. اليوم عندي الخواص الجذور التربيعية. أول شيء إذا كان الجذر مشابه مثلا A في جذر A، فراح أحصل، لأن هذا يشبه هذا، أحصل على نتيجة بدون جذر، A بدون جذر. نجي ناخذ أمثلة عليه. تمام، نجي ناخذ أمثلة. لو قلت أول مثال عندي اللي هو جذر 3 في جذر 3، فهذا يشبه هذا، جذر في جذر يروح، راح تبقى لي بس 3. تمام، تبقى لي شنو؟ بس 3. نغير اللون. نجي ناخذ ثاني واحد اللي هو جذر 2 جذر 7 عفوا في جذر 7. عقبال هذا اللون زين طلع فاشل. فراح شو يساوي لنا؟ السبعة بدون جذر. تمام، السبعة بدون جذر. ثالثا عندي جذر 2 في جذر 2، هذا يشبه هذا، فراح يصير عندي 2 بدون جذر. تمام، وعندي رابع واحد اللي هو جذر 5 في جذر 5، راح شو يساوي لنا؟ 5 بدون جذر. الخمسة بدون جذر. شوف هسه شكو شيء مشابه يطلع لي بدون جذر، يطلع لي الرقم بدون جذر. تمام، ناخذ بعد أمثلة نعزز بها الشرح مالنا.